وفاء مرات حمدي قبل ما تخلع الطرحة وبعد ما خلعت الطرحة. قبل ما تخلع الطرحة زي ما انتوا شايفين يا جماعة كانت وفاء بصراحة يعني ما كانتش بتبين خصلة واحدة بس من شعرها، وكان الحجاب كامل، وحتى العبايات كانت بتلبس عبايات على طول، وكانت بتلبس درسات، وكان لبس محتشم جدا. وسبحان الله كان يعني وهي بالحجاب مختلفة تماما عن وهي خلع الطرحة، ومفيش حد اختلف على ده. كله كان بيقول ان الحجاب فعلا كان محل وفاء، لكن كله ما عجبهمش وفاء وهي خلعت الطرحة. شايفين دي طبعا وفاء بعد ما خلعت الحجاب، شايفين اختلفت تماما. وغير كده يعني الناس اصلا في حالة ذهول، ازاي وفاء بعد ما كانت بتلبس عبايات وطرحة بقت تبين شعرها، وكمان يعني حتى لو بينت شعرها كانت تلبس بكم، لكن دي لابسة بنص كم، وكمان جسمها باين من فوق، يعني اكتر من رقبتها باين. طبعا الناس حقها انها تكون مذهولة ومصدومة، وخصوصا ان وفاء خلعت الحجاب بطريقة يعني مستفزة جدا، يعني كأنها بتقول انها هربت من الحجاب، او بقت حرة، بقت خلاص مش متقيدة. في الاخر ما تنسوش تشاركونا رأيكم في التعليقات. ايه رأيكم في وفاء؟